يلا شيء. اكبر طلبيه شي ان طلبناها بحياتكم. عملنا طلبيه كبيره جدا من شي ان عشان طبعا في ضجه كبيره، فحبينا نشوف شي ان حلو لو لا، يستاهل هذه الضجه فعلا لو لا. الصراحه انا شفته كماتيريال ككل حاجه روعه، اديله 1,000,000/10. شوف الجمال هذا صراحه 10/10 جمال. هذا 9/10 يخبل كلش حلو وكلش مريح. انا بقى عندي كومنت كده صغير في الكوتشي دوت، جميل جدا كماتيريال وسعره كان يعني مناسب جدا للناس كلها، بس هم هنا عملوا غلطه كبيره جدا. اول حاجه انا مقاسي 42، انا جايب 44 تمام، بس الوش قد كده. صراحه هذا اقيمه 10/10، شكل وجوده وراحه وسعر تحفه، انا ما شفتوش هنا خالص مع اي حد. كلش عجبني. 1 2 3 4. تعالوا اوريكم بقى انا جبت ايه. بصوا المنظر، راح ابوقها طبعا من عندك. هاي ما فيش الكلام ده. ده الماس الكبير، الماس الاصغر منه الاصغر جامد جدا، فده اديله 10/10. شوفوا هذه الجنطة الصباحية او جنطة بحر، وهذه فيونكة. بصراحة كلش عجبتني والجودة تجنن فعلا. شي ان حبيت الجنط مالت. هذه بيجامة تيجي شورت، اوكي جبتها كبيرة بصراحة لان انا كلش احب ارتاح بالبيجامة. عايز اقول لكم فعلا جميل جدا، يعني من الحاجة اللي انا حبيتها قوي. يجي قصير على البطن من هنا وطويل من ورا. اهم شيء ما يبين الديفو عندك، اذا انت جسمك شويه سمين ما راح يبين السمن، وكلش يجنن وسعره روعه ومريح حيل باللبس، فانصحكم تجيبون من عنده 10/10. تعالوا بقى معايا كده. الشورت ده، الشورت روعه جدا، بس كماتيريال لا، في مصر هنا في احلى منه بكتير. اللي انا لاحظته في شي ان بيهتم جدا بالماتيريال بتاع البنات، انما الشباب اصرف كتير قوي عشان تاخد حاجه حلوه. فده انا اقيمه من وجهه نظري 6/10. شوفوا عندي مشكله بهذا. الصوره كان جاي طويل وكانت لابسه عليه البنطلون، من لبسته طلع قصير رغم انه كبير، لكن طلع قصير على السره. على اجمل حاجه انا حبيتها عليا الصراحه. هذا يجنن، هذا اسلام فعلا. انا بحب الستايل ده جدا، نفس الوقت الماتيريال عجبني، وفي نفس الوقت جميل، خامه حلوه قوي 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 قوي، والسعر مناسب قوي برضو. انا اديله 9/10. شوفوا يا بنات، انا جبت هذا الفستان تمام. شوفوا عندي مشكله، هذا الفستان باللبس عكس واني لازمته هيجي مو حلو يعتبر. من البسه روعه فظيع، يرسم الجسم ويجنن. هذا راح اجيب من عنده بعد تقريبا 2 أو 3، اعطيه 100/10، بس طلع كبير علي منه. فيا بنات اخذوا مقاسكم بالضبط، لا تاخذون شيء اكبر من مقاسكم. هذا 1,000,000/10. يلا بينا بقى على التيشيرت ده. التيشيرت ده كان في الصوره، كان الديزاين ده كان عاجبني جدا. الرسمه دي لو واخدين بالكم بيها تمام، كان طويل، كان واسع جدا، انما انا كماتيريال انا ما اشتروش من الشارع بامانه. هذا غالي شويه بس فعلا عجبني، وهمين للاسف طلع عليه كبير، بس انا عندي يطلع كبير احسن ما يطلع صغير. هذا شكله وجاي نفس الصوره بالضبط، بس جاي عليه من هنا كبير. هذا اعطيه 10/10. عايز اقول لكم ان مشمشه ما جابتش حاجه الا ما كانت 10/10. ده بقى 1,000,000/10 من قبل ما افتحه. مريح حلو يخبل. عايز انصحكم اي حد بيحب الاشارات الجينز، شي ان الستايل ده مش هتلاقوه كتير قوي هنا. الجنس بتاعه طري، مش النوعيه الناشفه، بجد 1,000,000/10. الشنطه الثانيه من شي ان كلش عجبتني. الماتيريال مالتها حلوه وخفيفه على الايد، مو مزعجه للعين. هذه انطيها 9/10. القميص ده انا عمري ما شفته في مصر. القميص ده يجي ساده، بسيط باين ان هو ساده ونفس الصوره، بس انت ممكن تعمل كده تمام، وتعمل كده كده قميص. احلى حاجه انا اشتريتها كماتيريال وكشكل القميص فاجر، 1,000,000/10 برضه. شوفوا يا بنات، اكيد من فتحتوا شي ان هذا الفستان لازم يكون مر عليكم والله العظيم. أميرة. مليون مليار على 10. اجى على مقاسي بالضبط. هذا اكس لارج تمام، يخليك كلش انوثه هيك وناعم يخبل، غير الماتيريال مالته بارده تهفهف.
رقم واحد من وجهة نظري. تعالوا بقى، ده حاجة كده مجنونة، أنا بحب الستايل ده جدا، وعلى اللبس أشيك بكتير جدا. أنا أديله 9 من 10. وهذا كلش عجبني، وفعلا أنا مثل ما تخيلته طلع ونفس الصورة بالضبط. كل اللي شرفتكم إياه فعلا إجوي نفس الصورة، لكن أكو شغلات إجتني كبيرة. تعالوا بقى الحاجة اللي فشلت معايا برضه. الستايل اللي كان لابسه في الصورة كان واسع جدا وطويل زي ما انتم شايفين، تمام؟ فأنا من وجهة نظري 1. هذا يا بنات ده مالتي. مالتي بنات، هذا كلش عجب اسلام. ده بقى خد قلبي. هذا والله، هذا قلت من اروح كوافير، اطلع طلعه سريعه. شوفوا حاجة سريعة واسعة وهتبقى جميلة جدا، مريح وبارد على الجسم. وهذا تقريبا هي احلى ماتريال من اللي انا لزمتهم، هذا 10 على 10. تعالوا بقى اوريكم طقم على بعضه. قطعتين شورت وقميص، الاتنين سادة خالص، ممكن تجيبهم ب 200 جنيه من مصر. عايز تجيب حاجة شين اوعى تبخل، اطلب حاجات عالية. انا لما طلبت حاجات عالية قلت لكم 1,000,000 على 10، وجربت الرخيص 0 من 10. الكرسي اللي ينلبس على قميص ابيض او اسود او اي شيء او فستان ساده كلش عجبني. واحلى شيء بيه انه همين بيه مقاسات، كل المقاسات اللي انتم تريدوه. هذا بصراحه انطيه 9 من 10 لان بعدني ما لبست. الشكل كان جميل جدا، لكن ترنج بيتي. للاسف ماتريال نو. الشكل طبعا كان مختلف تماما، انما كماتيريال اللي خطف قلبي جميل جدا. قلت لكم كذا وهم مره جايب نفس الزر منه. بصراحه هذا الماتريال عجبتني اكثر من الماتريال الثاني اللي بيه نفس الكباسين، يفوز قوية. هذا فعلا حلو. عايز اقول لك جميل جدا. يعني انا غالبا كده الحاجات اللي جبتها كلها 3-4 حاجات بالظبط هم اللي كانوا قويين. ليه؟ لاني ما استخسرتش فيهم. جبت من عندهم جواريب شفافه، هي مو كل الشفافه، هي تيجي على بيج. هذه الجواريب روعه وانصحكم تاخذوها. هذه جواريباتي اللي انا جبتها من شي ان. بنات لازم تشترون جواريبات فعلا من شي ان، لان شكل وماتريال يجنن. كبنات وكشباب الشرابات عندهم جميله جدا. طبعا هذه مال الاميرات اللي هم مثلي، انا اميره حبيبي. هنا بقى انا عشان عندي فوبيا من الوبر فجبت الاختراع ده. هتقولوا لي في منه في مصر كتير، بس هقول لك مضروب كتير. دي رخيصه وفي نفس الوقت استخدامها جميل جدا، وزي ما انتم شايفين هاخد وش مش فيها. جبت هاي الاظافر وقلت خلي اجرب. بصراحه هي عجبتني، هي شكلها حلو وما خسران شيء، سعرها رخيص. وهنا انا جبت 3 نظارات، ال3 اغرب من بعض. اي قراصات من شي ان حبيت مبدئيا بس انا عايز اقول لكم على حاجه. ملمس الجراب بتاع النضاره كماتيريال روعه، انا ما شفتوش في اي جرابات هنا. نمبر 1 نفس الصوره يجوي 3 صور. ودي النضاره الثانيه. هذه السلسله جبت من عندها ذهبي قبل، عجبني من اجيب من عندها الفضي لان بصراحه كلش عجبتني وعلى الركبه تخبل وقصيره. لك ان هي تبقى للفضه. هذه اكثر وحده عجبتني على ايدي، نفس الصوره واحلى همين. ثانيتي شوفوا الجراب اللي خفض، شوفوا جمال شبه مشمشه. يشبهك والله، باوع شلون يشبهك لك. هذه فيورا. ثانيتي اختيار اسلام بس اقتناعي. طبعا موجود منه كتير قوي هنا. بحب امشي دايما بالفيزا والبطاقه بتاعتي، فقررت اشتري حاجه زي كده. هذا روعه كمان الجراب ده، هذا الجراب واو. الجرابين دول بيجوا مع بعض. المحافظ عندهم تفوز. عايز اقول لك عامله زي السفنجه، تعمل كده طول ما انت ماشي. طبعا مشمشه مدمنه سكرينات تكسر فيها، تحس ان هي بتجيب الشاكوش وتعمل كده. لا ما نزلتش لسه في مصر. 5 سكرينات مونتي عباره عن اطار ملون، لو طافي النور هو هينور لوحده. انا عشان بحب اخون مشمشه كتير جدا فلازم اجيب حاجه يعني فاميه، عشان وانا قاعد الاقيها عامله لي كده فما تشوفش حاجه، فانا جبت السكرينه الفاميه. شوفكم شغلات الاميره فيورا هانم، لازم تجيبون ملابس اطفال من شي ان لان فعلا روعه احلى من الصوره. الماتيريال شوفوا بارده، البسها اني. تعالوا بقى اوريكم البطيخه بتاعتنا فيورا. فيورا بطيخه، بصوا الدلع والجمال انه بس كده احلى من الصوره بمليار. عايز اقول لكم والله اجمل حاجه شفتها في شي ان ملابس الاطفال. بصوا بقى الجمال ده كمان. اختياري جواريبات
والكيس كله الوان بقى. المايوه الجريء. ايه ده؟ الموديل فيورا. ايه ده والنبي يعني ينفع؟ كلش حلو، كلش حلو يا ماتيريال. جدعان ماتيريال بجد روعه روعه روعه. يعجبكم يا رب، احنا نكون وما خفيفين على تنسوش بقى القلب. سبسكرايب واللايكات والكومنتات كتير جدا. انا بدي نكمل سوا، والفيديو الجاي قولوا اذا حابين نقول لكم عن شلون خلصت، لو شلون تعرفنا على بعض. باي باي. اشوفكم على خير.